السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وباقي فلسطين وباقي المستضعفين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نطلب الله سبحانه وتعالى يشفي كل مريض ويقضي حاجة المحتاجين ويفرج كربة المكروبين ويقضي الدين على المديونين ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا الفيديو غادي يكون ان شاء الله تنظن قصير، هو موجه بالاخص اللي كنتي اللي كتصرفي وما كتعرفيش فلوس فين مشات. انت كتقولي راه كنصرف بزاف ولكن ما عارفاش شنو هي المساله اللي كتاخذ لي فلوسي، علاش فلوسي ما كتقدنيش، او لا كتصرفي عارفه فلوس فين فين غادا وباغيه توفري وكتقولي منين غادي نبدا، انا باغيه نوفر ولكن كيفاش ومنين غادي نبدا. في هذا الفيديو غادي نعطيك 3 ولا 4 ديال النقاط بساط وتقدري عليهم، وإلا طبقتيهم ان شاء الله الرحمن الرحيم غتكوني وضعتي رجليك على الدرجه الاولى من السلم اللي شال ديال التوفير والادخار ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما غاديش نطول عليك بزاف. النقطه الاولى، الا ما كنتيش مولفه انك دبر الامور ديالك وكتحاولي توفر داكشي، عاد غادي تبداي دابا. اول حاجه الدماغ ديالك، عقلك، قنعي عقلك بان التوفير ماشي هو الحرمان، وبان التوفير وتعرفي فلوسك فين غاديه ماشي هو بخل، بالعكس هذاك تيتسمى وعي مالي. يعني باغيه نكون واعيه وعارفه فلوس فين كتمشي، كل سنتيم فين غاطاه. لان الا كنتيش مقتنع بهذه الفكره وراه تعيا ما توفري وتعيا ما تزيري ما غاديش تستمري. الا كان انت مزيره راسك لان مضطره تزيري باش تشري واحد الحاجه، وانت ناويه في راسك ما كيزيروها اللي البخلاء، اللي كيوفر راه ما عايش مزيان، راه محروم بزاف من المسائل، ما غاديش يمكن لك تستمري. اما الا كنتي مقتنعه بان التوفير هو الحل الوحيد باش تعيشي مرتاحه وباش تخرجي من العشوائيه الماليه، في هذه الحاله بوحدها يمكن لك تستمري في التوفير والادخار من بعد ان شاء الله الرحمن. هذه النقطه الاولى، انك تكوني مقتنعه بهذه الفكره. النقطه اللي موراها هو انك النقطه الثانيه هو انك تفرقي الفلوس ديالك. ما تخليش داك البركه كتشديها كديرها في البزطام وتبقاي تخسري منها. هذا اللحم، هذا الضو، هذا فلوس الدراري باش يخرجوا، هذا هذه لا. فرقي فليسات، كل حاجه ديري لها المبلغ ديالها قليل ولا كثير. وهذا تيرجعنا للاظرفه. ندير الاظرفه، نبدا بالاظرفه الضروريه هي الاولى: الكرا، الضو، الماء، لاسورانس، فلوس المدرسه اللي كنتي كتخلصي المدرسه، المسائل اللي كتخلصيها كل شهر، كل حاجه نديرها في الظرف ديالها. كذلك المسائل الغير الضروري الغير الثابته نديرها حتى هي في كل حاجه في الظرف ديالها. هذا شويه للصحه، هذا شويه للملابس، شويه التقضيه. ما بين قوسين بالنسبه للتقضيه، انت عاد تبداي اول مره مثلا ما ديريش بحالي انا. ملي كتشوفوني كندير التقضيه كنديرها في ظرف واحد، كنجمع داك البركه اللي عطله وكنديرها في ظرف واحد كنتقدى بها. انت عاد تبداي اول مره ديري كل حاجه بوحديتها. مثلا دير الظرف ديال المواد الغذائيه، الظرف ديال اللحوم، الظرف ديال الخضر، كل حاجه نديرها بوحديتها باش ما تخلطيش كل شيء وفي التالي تلقاي الظرف خسر خوا عفوا، وانت مازال اما صرفتيه في المواد الغذائيه والخضر وخليتي اللحوم، او لا صرفتيه في اللحوم والخضر وخليتي المواد الغذائيه. من الاحسن في البدايه فرقي كل حاجه. انا كندير كل حاجه في ظرف واحد، اولا لانني عارفه شنو ناخذ وسنين هذه وانا متبعه الطريقه. ثانيا بانني خارجه بعيده على المدينه، وملي كنمشي نتقدى ما غاديش كنتقدى محل واحد حنايا، ما غاديش عند مول الخضره بوحديتو وعاد تمشي للهري. انا كنمشيو بحال دابا المرجان كتمشي فيه الخضره وفيه المواد الغذائيه، فهمتيني. الا ما بغيتش نفرق في لاكاس كناخذ المواد الغذائيه والخضر والحوت، كاين حاجه كناخذها مره واحده في مكازه واحده. مثلا اللي عجبني الا شقات لي نتقدم مكازه واحده
لذلك ما كنديرش كل ظرف بوحديته. انت في اول البدايه ديري كل ظرف بوحديته، هكا غادي تعرفي راسك كل ظرف باش شنو غتخسري. الظرف ديال اللحوم غيبقى غير اللحوم، الا صار شي حاجه ردها ليه. الظرف ديال الخضر غير الخضر. الظرف ديال المواد الغذائيه اللي كنقولوا حنا الهري غيبقى المواد الغذائيه. فهمتيني؟ هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه قلت لكم انا هذا غير ميني فيديو. النقطه الثالثه هو انك ورقه وستيلو وكتبي، اولا في التليفون لي نوت كتبي الحاجه اللي شريتيها كتبيها، ومنين تكتبيها سيري حداها وطرحي واحد السؤال، بقاي واقفه على داك النقطه كتشوفيها وطرحي واحد السؤال. واش هاد المساله هذه اللي شريت واش ضروريه ولا غير شريتها لانني ولفت نشريها؟ وهذه في اي حاجه، اما في الحوايج في الماء حتى في الماكله. حتى الماكله شي مره كنشري شي حاجه اللي ماشي ضروريه كاع، كتبقى في الثلاجه كاين اللي كتبقى عنده في الثلاجه كتخسر. فمني تشري شي حاجه ضروري ضروري تسولي راسك واش هي ضروريه، واش عندك باش كون ما شريتيهاش تقدري تعوضيها بشي حاجه اخرى او لا. ومنين دوز السيمانه الاولى السيمانه الثانيه تبقاي تشوفي بان بزاف د المسائل كتشريها وكان عليك ما تشريهاش، اذا فلوسها مره اخرى غادي توفريها. فهمتيني؟ هذه بالنسبه للنقطه الثالثه. بالنسبه للنقطه الرابعه هي انك ما تنسايش راسك. كما كنوفر في هذا الظرف وهذا الظرف وهذا الظرف، نوفر راسي انا ولو 5 دراهم مثلا في المغرب، ولا خير 5 دراهم في 10 ايام كاع 15 يوم. 5 الاورو بالنسبه للناس لاوروبا 10 اورو. ملي كنقول داكشي بسيط على حسب الميزانيه ديالك. كانت بسيطه راه الرقم ديالك غادي يكون، المبلغ ديالك غيكون بسيط. كانت المتوسطه المبلغ غتاخديه متوسط. كانت الله سبحانه وتعالى ميسر عليك والميزانيه ديالك كبيره غتاخدي مبلغ كبير كانت هي شويه. فهمتيني؟ ولكن ما تنسايش راسك باش تفرحي راسك كانت هي. منين توفري في اخر الشهر داكشي اللي عطا الله، هذاك اللي وفرتي اللي كنت هي، فرحي راسك. واخا لو مثلا غير باكيه ديال الشكلاط، الا كانت تعجبك الشكلاط كمثال. لان ملي كتفرحي راسك ما كتبقيش حاسه بداك الضغط بانك محرومه وكيعجبك الحال. انا وفرت وشريت هذه اللي بغيتها. فهمتيني؟ هكا كتبقاي مستمره شهر على اخر وعام على اخر. فهمتيني؟ هادو ما عرفتش وقل 3 4 النقط تنظن اللي عطيتك بساط. بداي بهم هما الاولين، لان كما قلت الله اعلم قلتها لك في الاول، الا درتي هاد 4 النقاط عرفي راسك بانك حطيتي رجلك على الدرجه الاولى من الدروج من السلم ديال التوفير والادخار. لان غتبداي في الاول غير بشويه عليك باش تخرجي الشهر الثاني. الشهر ما يبقاش فيك الكريدي. الشهر الثاني غتوفري داك الشيء قليل. الشهر الثالث انت غادي شويه شويه. من بعد غدوز واحد المده ان شاء الله الرحمن الرحيم تلقى راسك كتوفري كثر، وغتعاوتاني تفكري وغتوضعي واحد الهدف قدامك. فهمتيني؟ ويبقى يجيك هاد الطريقه اللي كتوفر بها هي الطريقه الصحيحه، وهي الطريقه اللي معلماك، وغتكون انت عايشه مرتاحه نفسيا وحتى من الجانب المالي. غتخرجي من العشوائيه وغتبقاي عايشه مرتاحه، لان فلوسك عارفه فين كتمشي، كل ريال عارفه فين كتمشي، وكل حاجه كتوفريها الا وعنده هذا الهدف. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حمايه الرحمن. احبكم في الله.